نكونش منسوعين. تفتكر الوايت بالانس مظبوط؟ ما اظنش. طيب انا احب اطرح تساؤل عامه، هل احنا متقبلين ربنا زي ما هو؟ عارف ان التساؤل يبدو الحادي شويه، بس مثلا خلينا نفكر شويه في الموضوع. لان انا بتخيل مثلا فكره، مش عارف اشرح، لان انا بحط نفسي مثلا مكان عقليه شخص ربنا امره انه يذبح ابن مثلا، وبكل ما هو doesn't make any sense خالص. يعني مفيش مثلا تفسير ان والله ذبحه هيبقى حاجه كويسه مش عارف ايه، لا هو بيامرك بده وخلاص. او مثلا عقليه الشخص اللي مطلوب منه يبني سفينه في صحراء تماما، الشخص ده قاعد يدعي الناس حواليه تقريبا 950 سنه، وفي الاخر ابنه اللي هو ابنه ذا كلوزست لم يؤمن، او يعني ما سمعش كلامه في الاخر، قال له لا والله انا هطلع الجبل الدنيا هناك احسن. يعني مثلا في ناس كتير، سيدنا يوسف مثلا اتاخد واترمى في البير واتسجن وطلع. تخيل مثلا سيدنا يعقوب وهو كان خايف على ابنه، حتى قال لاخواته ان هو انت تروحوا يلعب معاكم وبتاع، فتقول اصل الديب كلو والجو ده انا عارفه، فذي ورنت ايفن كرييتيف. يعني هم قالوا ايه ده اول يعني اول فكره جت في دماغه. ومع ذلك سيدنا يعقوب حزن جدا. يعني انا بتخيل برضه هو سيدنا يعقوب ما كانش بيدعي ربنا مثلا يا رب رجع لي ابني، وربنا ما رجعلوش ابنه الا بعد سنين كتير جدا جدا، يعني بعد ما بقى امين الخزائن بتاعت مصر، وبعد في قصه كبيره جدا. يعني ناس كتير تاخد قصه سيدنا يوسف من بي او في سيدنا يوسف، بس انا بتاخدها الصراحه كتير من بي او في سيدنا يعقوب، لان هو وجع الابناء بيبقى اقوى بكتير من فكره انه حد يحصل له وجع خاص بيه. يعني في ناس تقول لك ايه، انا هيحصل لي اي حاجه مش مشكله، بس ابني مثلا ما تألمش. فتخيل سيدنا يعقوب قعد كل هذه السنين، والراجل ده يعني بيوحى اليه من ربنا ده نبي يعني، مع ذلك بكى لدرجه ان هو فقد بصره. he was in pain. اكيد دعا ربنا كتير، واكيد كان بيحاول يوصل لحاجه، واكيد كان ربنا يعني ما استجابلوش في الوقت المناسب. ربنا قدره مشي زي ما ربنا مرتب له، عشان سواء كانت الحكمه دي او غيرها. يعني فكره ان هو يحصل موضوع الجفاف بتاع مصر والكلام ده كله، في الاخر رجع في الوقت المناسب. فهل احنا لما ربنا ما بيستجيبش او ما بيعملناش حاجه زي ما احنا عايزينها، هل احنا متقبلين ربنا فعلا تماما منسلمين تماما، ولا احنا ظروفنا كانت كويسه لدرجه لم نختبر فيها ان نشوف الحاجه مش زي ما احنا عايزينها بالظبط؟ انا قلت اطرح يعني سؤال.